الحالات اللي بيكون مقرر ليها انها تاخد الانتي دي اميونوجلوبولينز او حقنه الار اتش وما خدتهاش لاي سبب ما، نتيجه اي خطا معملي او نتيجه انها ما خدتش الجرعه في الاوقات المحدده ليها في الشهر السابع او بعد الولاده في الوقت المحدد في خلال اول 72 ساعه. وهنا نقطة مهمة حابة أنوه عليها إنه الحالات اللي ما بتاخدش الجرعة الوقائية عن 28 أسبوع في الشهر السابع بيكون في احتمال 3% إن يحصل سنسيتايزيشن أو تحسس في دم الأم. طيب الحالات بالفعل اللي حصل ليها عملية السنسيتايزيشن أو التحسس حصلت وتكونت الأجسام المضادة في دم الأم. في الحمل القادم بنبدأ نتابع الحالات دي كويس جدا. ومن رحمة ربنا في الموضوع ده إنه 70% من الحالات بتعدي ما بيكونش حصل لهم أي مشاكل، لكن 30% من الحالات بيكون ليهم افكت حصل أو تأثير مباشر على الجنين. الحالات دي طبعا بنتابعها باختبار معملي اسمه اندايركت كومبس تيست، وقياس نسبة الأجسام المضادة في دم الأم. وطبعا بنتابع الحمل باستمرار، ومع أي تغيير بيحصل في الجنين بنبدأ طبعا التدخل. شكرا ليكم، نشوفكم على خير إن شاء الله. دمتم بخير.